تخيل كده معايا ان منصه من منصات الاستريمينج زي نتفليكس مثلا حبت تشغل دماغها عليك كمشاهد وقالت لك احنا هنقسم نظام الدفع او الاشتراك لقسمين. لو عاوز تتفرج على المسلسل الفلاني عندنا فهتدفع 10 دولار مثلا، بس لو عاوز تتفرج عليه مترجم للغه بتاعتك فهتدفع 15 دولار. انت طبعا الدم يغلي في عروقك وتتضايق وتقول ايه اللي الادب دي مش اخلاق على فكره. يعني ايه اخلاق اصلا؟ كبريائك نقح عليك طبعا وقلت انا مش هدفع 15 دولار ولا حاجه وهتفرج من غير ترجمه عادي. احنا مش محتاجين ترجمه ولا حاجه، ده احنا جامدين جدا. فتحت المسلسل من غير ترجمه وبدات تعرق طبعا. الممثل يقول لصاحبه تشيل، انت تستغرب وتقول هو عاوز يتجمد ليه مش فاهم. يقول له فلان ده بروك، تقول يا عيني قلبه مكسور طبعا. ولا انت فاهم حاجه ومحتاج تشغل المسلسل على سرعه نص عشان تلاحق على اللي بيقولوه، ده اذا فهمت اللي بيتقال. خلينا نخرج بره التخيلات الصعبه دي ونرجع لارض الواقع. لو منصات الاستريمينج كلها خليتك تدفع فلوس على الترجمه فهيبقى من منطلق ان الترجمه فن فعلا وخدمه مهمه جدا بتتقدم لك عشان تنقل لك قصه قويه بلغه انت فاهمها. والترجمه كمان يا جماعه مش مجرد تحويل النصوص الادبيه والفنيه لمرادفتها من اللغات التانيه، لا، المترجم بيتبع اساليب واستراتيجيات معينه في الترجمه تخلي العمل الفني او الادبي يوصل لك بنفس القوه اللي اتكتب بيها، ويوصل لك المعنى مظبوط ومتقن، مش معنى حرفي بحت خالي من اي مشاعر ومعاني. في الحلقه دي باذن الله هنعرف مع بعض ازاي بيتم ترجمه الاعمال الفنيه والادبيه، وايه هي الاساليب والاستراتيجيات اللي بيتبعها المترجم عشان يقدر يترجم لك اي عمل انت بتشوفه او بتقراه. ولو انت عاوز تبقى مترجم باذن الله المفروض تعمل ايه. فانا ده حسن اول مره تشوفني، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. يلا بينا. المترجم يا جماعه بديهي يكون على الاقل عارف لغه واحده غير لغته الام، ده بديهي ومفهوم. بس جميع الشعوب حواليك عندهم مصطلحات او تعبيرات لغويه ما ينفعش تترجم ترجمه حرفيه. يعني في الانجليزي مثلا كلمه هيد ذا بوكس لو جيت ترجمتها حرفيا هتلاقي نفسك ماسك الكتب وبتضرب فيها، بس هي معناها ذاكر كويس. وفي الاسباني مثلا كلمه تينس كي انكونترارت ميديا نارانخا لو ترجمتها ترجمه حرفيه هتلاقي نفسك بتقول انك لازم تدور على نصك البرتقالي. ايه؟ بس هي معناها انك لازم تدور على شريكك المثالي او حب حياتك كده. يعني اللي فات ده نستنتج منه كذا حاجه. اولا مش كفايه انك تكون عارف قواعد لغويه او جرامرز وخلاص، انت حرفيا لازم تكون عارف كل حاجه تخص اللغه دي. مهم قوي انك تكون عارف هما بيتكلموا مع بعض ازاي، يعني الكلمات اللغويه بتاعتهم هل بيختلف معناها حسب مكانها في الجمله؟ لو جه قبل الكلمه حرف جر مثلا هل معناها كله هيختلف؟ يعني مثلا كلمه رايد ممكن معناها يبقى توصيله او رحله، ممكن تبقى فعل يركب. لو بقت رايد اوت فمعناها اختلف خالص، بقى معناها ان الشخص ده نجا من موقف خطير او صعب وهكذا. تاني حاجه نستنتجها انك لازم تكون عارف ثقافه الشعب صاحب اللغه اللي بتترجمها، ومش بس الثقافه، يعني لازم تكون عارف شويه حاجات عن تاريخهم، عاداتهم، تقاليدهم، المناسبات بتاعتهم وهكذا. معرفه ثقافتهم وتاريخهم هيساعدك اكتر في معرفه مصطلحاتهم اللغويه اللي بيستخدموها. يعني مثلا في شعوب عندها اساطير هم مصدقينها، لو صادفك مثلا مصطلح خاص بالاساطير دي لازم تكون عارف وقارئ عنه عشان تعرف تترجم الكلام اللي بيحوم حوالين الاسطوره دي، صح؟ بالتالي قراءة كتير عن ثقافات اللغة اللي انت بتتعلمها مهم جدا. وكمان خلي بالك من حاجة، لازم تدور من مصادر موثوقة عن تاريخ وثقافة الشعب اللي انت بتترجم لغته، مش اي كتاب وخلاص تلاقيه قدامك. وده ينقلنا النقطة ان لازم يكون عندك مهارة في البحث عن الكتب والمصادر الموثوقة عشان تلاقي معلومة مظبوطة تفيدك بإذن الله. تالت حاجة نستنتجها ان المترجم لازم يكون حد مصحصح قوي ومركز اللي بيقرأه، عشان حتى لو في حاجة مش عارفها لقطها وهو بيقرأها وحس مثلا انها مش الحاجة اللي بتترجم حرفيا، او لما ترجمها حس انها مش بتوصل المعنى المطلوب كده، يبقى لازم انه يدور على اصل الكلمه دي او اصل جمله معينه عشان يقدر يوصل للقارئ او للمشاهد المعنى المطلوب. طيب ده كده بالنسبه لكل حاجه تتعلق باللغه. في حاجه بقى لازم يمتلكها المترجم وهي الاسلوب. يعني انت ممكن جدا تكون بتترجم قصه او روايه، فلازم يكون عندك مهاره الحكي او الستوري تيلينج عشان تنقل روح القصه للقارئ، مش تنقل لهم مجرد نصوص مترجمه وخلاص من غير روح. والمهاره دي محتاجه تدريب وقراءه كتير لاعمال مترجمه وغير مترجمه، وتدريب كمان على الكتابه نفسها. وكمان لازم يكون ليك اسلوب خاص بيك، مش انت دايما بتلاقي بصمه لكل كاتب او لكل مترجم؟ لازم يكون عندك البصمه دي، ودي بتيجي مع الوقت والتدريب باذن الله. وكمان الاسلوب ده بيختلف على حسب انت بتترجم ايه بالظبط. بتترجم روايه، شعر، مقال، بناء عليه بيتحدد الاسلوب اللي انت بتتكلم بيه. اسلوبك هو اللي بينقل روح الحاجه اللي انت بتترجمها، بيخلي الترجمه ليها معنى، وبيخلي القارئ يحس الكاتب عاوز يوصل له ايه بالظبط. انت كمترجم واجب عليك انك تنقل الاحساس ده بلغه تانية، فلازم ينتقل الاحساس
الاحساس ده مظبوط، والا هتبوظ الحاجه اللي انت بتترجمها وهتخلي القارئ يكره العمل كله، في حين ان الاصلي كان كويس عادي بس انت اللي بوظته. خلصنا من اللغه والاسلوب، خلينا ندخل على شويه نصايح لو انت عاوز تطور مهاراتك في الترجمه واللغه. فخليني اسالك سؤال، سمعت قبل كده عن حاجه اسمها كونفرزيشن كلاب او نادي محادثه؟ لما سمعتش عنه قبل كده فعاوز اقول لك النادي المحادثه ده حاجه مهمه جدا لاي حد بيتعلم اللغه، واهميته مش بس في انك بتتجمع مع ناس عاوزه تتعلم نفس اللغه بتاعتك وبتفتحوا مواضيع سوا تتكلموا فيها باللغه اللي انتوا عاوزين تتعلموها طول القعده، لا، اهميتها في ان اللي بيفتح معاكم المواضيع واحد اجنبي من البلد اللي انتوا بتحاولوا تتعلموا اللغه بتاعتها، وده يخليك تحتك بثقافه وحضاره شعب كامل عن طريق شخص واحد، وده هيفيدك جدا زي ما قلنا في الاول في المصطلحات وغيره. تاني حاجه بقى، حاول تاخد شهاده معتمده في الترجمه. لو انت حبيت تشفت كارير مثلا لمجال الترجمه وما كنتش خريج كليه زي اداب او ألسن مثلا، الشهاده ممكن تزود فرصك باذن الله في انك تشتغل في المجال ده. طبعا ما ننساش القراءه كتير زي ما وضحنا، القراءه هتفتح ذهنك على اساليب المترجمين التانيين ويخليك تحاول تطلع باسلوب جديد خاص بيك، بيخليك تشوف مهاره الحكي الخاصه بالكتاب سواء الاصليين او المترجمين، ده غير المعرفه اللي هي اكيد مهمه جدا زي ما شرحنا. فانت ايه رايك؟ لو انت مترجم هتحب تترجم اعمال مين؟ وهتحب تترجم انهي نوع من الاعمال الفنيه والادبيه؟ وهتحب تترجم انهي لغه؟ قولي تحت في الكومنتات اجاباتك، ولو في مجال حابب تعرف عنه اكتر قولي تحت في الكومنتات وانا باذن الله اعمل لك عنه حلقه مخصوص. وما تنساش لو عجبتك الحلقه لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد، وما تنساش تشير الحلقه مع صحابك اللي حابين يعرفوا عن المجالات والكليات المختلفه، واشوفك باذن الله في حلقات جديده. سلام عليكم.